السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله الكل بخير وصحة وعافية يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا أنا سويت لفات الصاج الإيطالي، سهل وسريع وكلش طيب. بالبداية عندي طحين صفر وخمرة وزيت وحليب وشكر وشوية ملح ومي. هنا أنا عجنت العجينة، راح أخليها تخمر على صفحة، وبعدين عندي هاي الخضروات ثارمة. بالبداية عندي صدر دجاج وفلفل وطماطة وبصل وزيتون. هنا أنا خليت صدر الدجاج يحمس كل الزين، ورا ما يحمس أخلي البصل والفلفل عليه. خليت هنا أنا فلفل أخضر، إذا عندكم فلفل أحمر خلوا وياهم ينطي طعم طيب. هنا الفلفل الأحمر ما يحبونه إحنا ولا أجيبه، فما خليت وياه. وخليت هنا طماطة بس للون، تنطيها طعم طيب، بس على مود يعني اللون خليته، وإذا ما حبيتوا تخلون طماطة عادي لا تخلون. هنا أنا ورا ما خمرت العجينة عندي هنا هاي الصينية مال الفرن، دهنتها، وورا ما دهنتها فردت العجينة هالشكل، وراح أحشيها صدر دجاج وفوقه أخلي جبن. هنا أنا العجينة بالبداية غلط، سويت الجوانح منا ومنا، المفروض يصيرن جوا. هاي أول وحدة، راح أسوي الثانية الجوانح يصيرون جوا مو فوق، وهي نفس الشي عادي، إذا خليتوها فوق وجوا عادي نفس بس المهم الطعم. وهنا راح أزينها بالفلفل والطماطة والزيتون والجبن، خليت على الوجه هالشكل. راح أسوي الكمية كلهم وأدخلهم للفرن. باعوا هاي الثانية سويتها هالشكل، وهم راح أزينها نفس الشي وأخلي جبن عليها. الفرن يكون حامي، شوفوا شنو الدرجة اللي عندكم، أعلى درجة أخليه يحمى، وأخليه على الرف الوسط حتى ما تحترق. أخليه أشعل الفرن من جوا، من يشقر الجوا يستوي أخليه أشعل الفوق. وهنا هاي سويت الثالثة، راح أكمل الكمية كلها وأدخلها للفرن. وهذا الصاج الإيطالي طعمه كلش طيب، الجهال حبوه، سويه ويا العصير أو ويا البيبسي، ويا رب يعجبكم. واللي يشاهد الفيديو يخلينا لايك ويشترك بالقناة، وأني ممنونة منكم، وأهلا وسهلا للمشتركين الجدد، أقولهم قناتي نورت بيكم أكثر وأكثر. وهنا كلهم راح أسويهم هالشكل، شوف شكلهم كلش حلو وهش وخفيف، ويفيد بالعشاء بالمرات العصرية. وهذا شكلهم باعوا ما شاء الله، استوى وطلعت الصينية، شوف شكلهم كلش حلو مشقر، كلش طيبات وسهل، ومرة واحدة تفردين العجينة وتحشيها، كل شي ما يراد له. وهذا كان عشانه، يا ربي يعجبكم. وباعوا من جوا شون مشقرة وحلوة مقسبة. وهنا قصيتهم لأن كانوا حارات ما قدرت أشيلهم. باع شكلها ما شاء الله، لا ثخينة ولا خفيفة، كلش طيبة. وهذا كان عشانه، يا رب يعجبكم. والحمد لله والشكر على النعمة، والله يزيد النعمة علينا وعليكم، آمين.